بعد ابتعاد مبابي الهلال السعودي يخطط لصفقة من العيار الثقيل، لكن قبل أن نبدأ بالتفاصيل فضلا لا تنسى ترك إعجابك لهذا الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. يحاول نادي الهلال السعودي التعاقد مع أحد البرازيليين في أوروبا خلال ميركاتو الصيف الحالي، وكان باريس سان جيرمان أخبر لاعبه نيمار دا سيلفا يوم الأربعاء بالخروج من حسابات النادي في الموسم الحالي ومطالبته بالبحث عن نادي جديد. وفقا لشبكة ريليفو الإسبانية فإن نادي الهلال السعودي يجهز 200 مليون يورو لحسم صفقة نيمار من باريس سان جيرمان هذا الصيف، وأشارت إلى أن المبلغ المخصص لصفقة نيمار جزء من الأموال التي حاول النادي السعودي استخدامها للتعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي قبل أسابيع. وأوضحت أن مبلغ 200 مليون يورو سينقسم إلى الأموال التي سيحصل عليها نادي باريس سان جيرمان بالإضافة إلى راتب نيمار أثناء اللعب في الدوري السعودي. وذكرت أنه حتى الآن لا توجد مفاوضات بين الناديين، حيث يخطط الهلال السعودي لبدء المحادثات إذا تلقى ردا إيجابيا من اللاعب البرازيلي بشأن اللعب في الدوري السعودي. يذكر أن نادي الهلال حاول ضم مبابي، لكن نجم باريس سان جيرمان يتمسك باستكمال الموسم الجديد مع باريس سان جيرمان ثم الرحيل بعدها إلى ريال مدريد مجانا.